بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال الله تعالى: وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة وأهل النار حجاب، لأنه سبق أن ذكرهم عز وجل بقوله في أول الآيات: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ثم لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجابا، وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة، كي تزيد حسرة أهل النار وندامتهم ولا يصلون إلى أي شيء من الجنة ولو إلى شربة ماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قال ابن جرير في معنى قوله تعالى: وبينهما حجاب، قال: الحجاب هو السور الذي ذكره الله عز وجل فقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يعني في باطن ذلك السور الرحمة وهي الجنة، وظاهره أي خارج ذلك السور وهو من قبله أي من قبل ذلك الظاهر العذاب وهو النار. ولذلك قال ابن عباس: هذا السور الذي قال الله وبينهما حجاب. ثم قال الله تعالى: وعلى الأعراف رجال. وعلى الأعراف رجال، الأعراف كما قال ابن عباس هو الشيء المشرف، يعني الشيء العالي كالجبل أو التل، وعنه كذلك قال هو السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار وهو الحجاب. وعنه كذلك ابن عباس قال إن الأعراف تل بين الجنة والنار حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار، لهم في الجنة ولهم في النار. إذن عرفنا هنا أن الأعراف جبل أو تل أو حاجز، المهم أنه بين الجنة والنار، وأن عليه رجالا، وهؤلاء الرجال قد حبسوا فلا دخلوا إلى الجنة ولا دخلوا إلى النار. فما هي صفة هؤلاء الرجال وما هي حالهم؟ أما سبب حبسهم على الأعراف فثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو مروي عن حذيفة وابن عباس أنهم قالوا: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء. وأخرج أبو الشيخ وابن مردوية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة، وصؤابة هي بيض القمل، قال: فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار. قال جابر: يا رسول الله، فمن استوت حسناته وسيئاته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. وروي مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أصحاب الأعراف قال: هم آخر من يفصل بينهم من العباد، فإذا فرغ رب العالمين من فصله بين العباد قال لأهل الأعراف: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة فأنتم عتقائي،
فارعوا من الجنة حيث شئتم. قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن. ثم قال تعالى بعد قوله: وعلى الأعراف رجال، هؤلاء الرجال قال: يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون كلا من أهل الجنة ومن أهل النار بعلامات، بسيماهم، لأنهم ليسوا في الجنة ولا هم في النار. قال ابن عباس: يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم، وأهل النار بسواد وجوههم، وما في عيونهم من زرقة، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لذلك قال السدي: سمي الأعراف أو سمي أصحاب الأعراف لأن أصحابه يعرفون الناس. قال ماذا؟ قال: سمي الأعراف لأن أصحابه يعرفون الناس، فيعرفون إذا نظروا إلى أهل الجنة، لأنهم كما قلنا في جبل وتل مشرف بين الجنة والنار، إذا نظروا إلى أهل الجنة عرفوهم، وإذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم. ثم قال تعالى: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، يعني إذا رأوا الجنة قالوا لأصحابها: سلام عليكم. ثم قال: لم يدخلوها، يعني أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها، لذلك قال: لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني في دخول الجنة. لذلك قال أبو العالية: ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم. وقال الحسن: الذي جعل الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون إليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح. قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، فوقفوا على الصراط، ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكم، وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل يومئذ نورا، فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. فأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من بين أيديهم، ومنعتهم سيئاتهم أن يمضوا، وبقي في قلوبهم الطمع، إذ لم ينزع النور من بين أيديهم. فهنالك يقول الله تعالى: لم يدخلوها وهم يطمعون. قال: وكان الطمع للنور الذي بين أيديهم، ثم أدخلوا الجنة فكانوا آخر أهل الجنة دخولا. لذلك يقول الرب سبحانه وتعالى لهم بعد ذلك: فأنتم عتقائي. ثم قال الله تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يعني إذا رأوا وجوه أهل النار مسودة وأعينهم مزرقة قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أشفقوا أن يكونوا معهم. وهكذا ينبغي لكل مؤمن إذا رأى أهل البلاء أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فإذا تدبر المرء هذه الآيات وما ذكرت من حال أصحاب الأعراف عرف أن لا نجاة له يوم القيامة إلا بالعمل الصالح، فكان ذلك حثا له على تكثير أعماله الصالحة وعلى الإخلاص حتى لا يقف بين الأعراف